لو انت محل ملابس فالفيديو ده معمول علشان دايما العميل بيشوف ممكن في الدقيقه 20 محل وممكن يكون اصلا اكتر من نصهم عندهم نفس المنتج، بس العميل ممكن يشوف فيديو واحد يقول انا هجيبه من عند الشخص ده. ففي الفيديو ده هقول لك على 3 حاجات تشتغل عليهم هيفرقوا جدا في المجال بتاعك ويساعدوك تبيع اسرع. اول حاجه اشتغل على طريقه العرض، مش مجرد ما تعرض وخلاص. يعني مثلا تجيب حد او موديل او انت تظهر في الفيديو تلبس لبس تقول ايه رايكم في اللبس ده، لا هو لو اللون ده هيبقى احسن يلا نجرب، وتجرب التاني وتاخد راي الناس، تدخلتهم في المود بتاع اختيار اللبس ووريتهم شكل لبس ايه بس بطريقه غير مباشره. تاني حاجه ربط المشاعر بالقطعه على طول هيساوي معاك انك هتبيع اسرع. يعني مثلا الطقم ده هيريحك جدا في الشغل، الفستان ده هيبقى تحفه عليك يوم الجمعه. دايما لو ربطت حاجه بمناسبه هتفرق معاك جدا في الشغل. تالت حاجه ودي اهم حاجه وناس كتير بتهملها، تعمل فيديوز فيدباك مع العملاء اول ما يوصل لهم القطعه او اللبس او يشتروه، لو تصوروا بيه ويتكلموا عن الخامه والكواليتي، حتى لو الفيديو الكواليتي بتاعته مش عاليه بتفرق جدا، والعميل بيبقى عارف ان دوت شخص زيه وبيشتري على طول وهو واثق في المكان. الخلاصه ان لو اللبس حلو فخليه يبان بطريقه حلوه. هو الفيسبوك مش معرض للصور، لا هو انت عامل الفيديوز بتاعتك ان اول ما العميل يشوف الفيديو بتاعك يشوف انا عاوز اخد التجربه دي، انا عاوز اجيب اللبس ده. ده فيديو من سلسله ازاي تسوق لشغلك. لو انت شغلك مختلف اكتب لنا في الكومنتات وهنعمل لك فيديو مخصوص يساعدك. سلام.